هلا حبايب، رجعت لكم بفيديو جديد من المطبخ العراقي في نيويورك. اليوم راح اسوي حلو ايطالي سهل وسريع، عبارة عن 2 موزات وهاي العلبة مال الاناناس. فاول شي راح اضربهم بالخلاط. فعندي هاي العلبة مال الاناناس هي مالتها السائل، يعني ما اذبه استخدمه. وهذول الموزتين اخليهم واضربهم بالخلاط وما اضيف اي شيء، بس الموزتين هاي الموزتين والعلبه مال الباينات. هسه حبايب ناخذ بيضتين، ناخذ بس الصفر مالتهم. فهاي وحده، وهاي الثانيه بس الصفر. هسه حبايب ناخذ ملعقتين مال نشا، هاي وحده وهاي الثانيه. ونحاول نخفقهم حتى نذوب النشا، ونضيف قليل من هذا السائل عليهم مال البنانا والباينابل قليل، بس المهم يعني نبدي نذوب. هسه حبايب ورا ما هيك خفقنا، بعدين نضيف هاي كل الكمية ونخفقها زين، وبعدين نحطه بجدر ونوديه على النار. نخلي ملعقة واحدة مال فانيلا مال شاي، ملعقة، وعلى نار هادئة نبدي لحد ما يثخن القوام. نبدي نخفق به لحد ما يصير بهذا القوام، نطفى عليه ونغطيه بالبلاستيك ونتركه يبرد شوية. حبايب من هذا الويبنج كريم ناخذ كوبين، ويا هذا نص كوب شكر، وراح اضيف بعد نص كوب، يعني يصير كوب كامل شكر، ويا هذا نص الكوب الثاني، فيعني يصير كوب شكر كوبين ويبنج كريم، واخلطه. هذا القوام المطلوب. هسه اطفى عليها. هسه نبدي ناخذ من الكريم ونحاول ندمجه ويا هذا المسحوق الاول، الخليط مال الباينابل والموز. خليتها فوق هذا الخليط، والنص الثاني راح ازين به. فهسه نترس هاي ذول الكاسات. هسه حبايبي شويه نزين وجهه بهذا جوز الهند. وهذا حبايبنا الحلا الايطالي صار جاهز، ان شاء الله يعجبكم. خلينا نشوف نجربه ونشوف مالته قوامه وطعمه، يعني رهيب. اتمنى تجربوه. تابعوني على المطبخ العراقي في نيويورك، سووا له فولو سبسكرايب، اضغطوا على زر الجرس حتى توصلكم كل الاشعارات. شكرا لكم، احبكم.